إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أهل الإحسان. أهل الإحسان. أهل الإحسان. إعداد الصادق عمار. هذا الحمل لا يقوى عليه كاهليه. لأحاول مرة أخرى. لا، غير ممكن، لن أستطيع. حمال، من أين لي بحمال في هذه المدينة التي لا أعرف فيها أحدا؟ الناس هنا كالنمل بين غاد ورائح، لا أحد يبدو عليه أنه يبتغي شغلا إلا ذاك الرجل يمشي الهوينة، قد يكون حمالا، حتى وإن لم يكن كذلك فلا أظنه يرفض أن يتكسب. أنت؟ نعم أنت، تعال يا رجل. نعم، ها قد أتيتك يا أخي، فيما تريدني؟ هذا الحمل الذي أمامك هو بين تين وتمر من غلال الشام التي تكثر عندنا هناك، وهذه الأكياس سأوصلها إلى منزل أهل لي هنا. احملها واتبعني إلى البيت، فإذا بلغنا أعطيتك أجرك. سأحمل عنك، ولا شيء عليك، لا تعطني شيئا. حقا؟ هكذا إذن دون مقابل؟ هذا كرم منك يا رجل. هل الحمالون هنا يعملون بالمجان؟ طيب، هيا اتبعني. السلام عليك يا أمير. وعليك السلام. أمير؟ من تقصد هذه المرأة؟ لعلها ظنتني أميرا. السلام عليكم. وعلى الأمير السلام. ثانية، أمير، هل جن الناس؟ يا أمير، الحمل يؤود ظهرك، انتظر حتى أنادي أبنائي يحملوا عنك. ما حكاية الأمير هذه؟ عنك أيها الأمير، دعني أحمل عنك. أمير، هذا الرجل الحمال ينادونه أميرا. ماذا حدث للناس في هذا البلد؟ لا تتعب رأسك كثيرا يا أخي، الناس يسلمون على أمير المدائن سلمان. وأين هو؟ أمامك.
سلمان الفارسي أمير المدائن أنت؟ نعم. معذرة يا أخي، لم ألقك يوما، كنت مقيما بالشام لذلك لم أعرفك. ما أبشع ما صنعت، جعلت الحمل على ظهر أمير المدائن سلمان. ولكن لماذا لم تقل لي يا أخي؟ لماذا تركتني أتمادى في الخطأ؟ والله ما عرفتك. أعتذر منك يا أمير، آسف يا أمير، وأعلم أن الأسف لن يمحو لي هذا الصنيع المشين. أنزل هذا الحمل عن كاهلك يا أمير، سأحمله بنفسي. لا عليك يا أخي، لا شيء عليك. أنزل هذا الحمل، سأحمله بنفسي. لا، لن أنزله حتى أبلغك منزلك. يا سلمان، أما تريح نفسك من صناعة الخوص تظفره وتججيله وتصنع منه الأوعية؟ ما الذي يضطرك إلى هذا العمل وأنت أمير المدائن وعطاؤك وافر بين 4000 و6000؟ تأتيك فتوزعها جميعا وترفض أن ينالك منها درهم واحد. وما حاجتي إلى كل ذلك العطاء؟ أمير على 30,000 من الناس، تخطب عليك عباءة تفترش نصفها وتلبس نصفها؟ لقد ملئت نفسي غنى، وإنني لأخشى يوم الرحيل أن أكون قد جاوزت المدى. أي مدى ستجاوزه يا سلمان؟ وليس لك من متاع الدنيا سوى بناية تستظل بها من الحر وتسكن فيها من البرد. إذا وقفت أصابت رأسك، وإذا اضطجعت أصابت رجلك، وليس لك فيها سوى جفنة تأكل فيها ومطهرة تشرب منها وتتوضأ. عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حظ أحدنا من الدنيا مثل زاد الراكب. لكن لعيالك وأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. نعم، لذلك ترينني أوفي بحقي وحقهم وحق آخرين لهم في أموالنا حق معلوم. أشتري سعف النخيل بدرهم فأحوله إلى أوعية أبيعها ب3 دراهم فأعيد درهما فيه، أشتري به خوصا آخر وأنفق درهما على عيالي وأتصدق بالثالث. فماذا أطلب أبعد من هذا؟ أهل الإحسان. أهل الإحسان. أهل الإحسان، أداء ندى عمار والصادق عمار. أهل الإحسان. هندسة الصوت حسين قدرية وفوزي شعبان.